النهاردة إن شاء الله هنعمل الكوكيز بالعسل وكمان بدقيق الحبة الكاملة، يعني وصفة صحية واقتصادية بمكونات بسيطة. نشوف كده إن شاء الله الخطوات سهلة وبسيطة، وهتنفذوها إن شاء الله بكل سهولة. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان توصلكوا كل وصفاتي الجديدة أول بأول. ونبدأ إن شاء الله كده الخطوات مع بعض. معايا نص كوباية من العسل، تقدري تستخدمي عسل أبيض وممكن كمان تستخدمي السكر، بس هتقللي نسبة الدقيق شوية. ضفت عليهم بيضاية واحدة وكيس من الفانيليا، وضفت كمان نص كوباية من الزبدة أنا فككتها كده على النار. وبعد كده بقلب كل المكونات مع بعض. طبعا تقدري تستخدمي زيت أو سمنة أو زبدة على سمنة، يعني الحاجة المتاحة عندك. بقلب كل المكونات كويس جدا مع بعض، وبعد كده ضفت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبعد كده ضفت كوبايتين من الدقيق. زي ما قلت لكم لو استخدمتي السكر البودرة في الوصفة دي هتقللي نسبة الدقيق شوية، يعني بدل كوبايتين ممكن تستخدمي حوالي كوباية ونص وممكن أقل. أهم حاجة لما تقلبي المكونات تلاقي كده اندمجت مع بعض. العجينة طبعا بتكون طرية مش متماسكة، بس شوية كده وهتلاقيها تماسكت تماما، لأن دي الحبة الكاملة بيمتص السوائل بسرعة. شوفوا العجينة طرية جدا، يعني انا ما قطعتش الجزء ده عشان تشوفوا القوام. يعني انا بالظبط ضفت كوبايتين، ما زودتش عن كده. وشوفوا القوام مناسب جدا، بكورها بكل سهولة. شوفوا العجينة جميلة جدا ومش بتلزق خالص بالرغم ان هي طرية جدا. شوفوا بشكلها ازاي بكل سهولة. دهنت بقى صينية بالزيت، ممكن برضو تدهني بالزبدة. وبعد كده هبدأ أشكل الكوكيز بكل سهولة. معايا هنا بقى شوكولاتة، هبدأ كده أعمل كور صغيرة وأبدأ أضيف الشوكولاتة. بصراحة أنا بحب أضيف قطعة قطعة كده، مش بحب أحطها على طول في الشوكولاتة عشان أنا بحب الشكل يكون منتظم. شوفوا يعني حتى عدد القطع أنا بحطها بالظبط زي بعض. بصوا بتتكور بكل سهولة، وببدأ أضيف الشوكولاتة. تقدري برضو تضيفي قطعة العجين في الشوكولاتة على طول، بس بصراحة أنا بحب الطريقة دي. بخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة بالظبط. المقدار ده أخد معايا صينيتين. شوفوا كده الصواني عملتها بصراحة ما خدتش مني وقت خالص. بكون مشغلة بقى الفرن على درجة حرارة 180 أو 160. بحط الصواني على الرف العلوي. بتاخد حوالي تلت ساعة أو نص ساعة. ناخد بالنا عشان طبعا ممكن تحمر منك بسرعة. تطلع بقى بالشكل التحفة ده. شوفوا جميلة جدا وناعمة وهشة وخفيفة جدا. شوفوا كمان التسوية من فوق ومن تحت نفس الشكل ونفس اللون، والتسوية بصراحة ممتازة. وكمان الكوكيز هش جدا. واهم حاجة ان القطعة طلعت بنفس الشكل، يعني ما زادتش في الفرن ولا فرشت في الصينية. شوفوا متماسكة وخفيفة وهشة وناعمة جدا، ونكهتها بصراحة حلوة قوي. العسل مع الزبدة كده بيدي نكهة جميلة جدا للكوكيز. حتى كمان بشيله بكل سهولة من الصينية. يعني العجينة الناجحة بصراحة بتبقى ناجحة في كل حاجة. شوفوا يعني من كمية دقيق بسيطة، كوبايتين دقيق وبيضاية واحدة، عملنا كمية كبيرة جدا ريحة وطعم، وبصراحة طلع تحفة.
بتقدميه كده لأولادك في الفطار الصبح، بجد بتبقى وجبة صحية مشبعة كمان اقتصادية. شوفوا شكل الكوكيز كمان تحفة. شوفوا لما بنكسره الكوكيز هش جدا وخفيف ومقرمش كده من الأطراف، ومن جوه طري شوية وناعم. أهم حاجة بقى تحفظيه في علبة تكون محكمة الغلق، يعني عشان طبعا يفضل كده مقرمش، ما يطرش معاكي. وبتحفظيه عادي في بره التلاجة، مش لازم يعني يبقى جوه التلاجة. بصراحة جميل جدا. قدميه بقى مع كوباية شاي أو كوباية قهوة الصبح كده، أو ما بين الوجبات. بجد تحفة. أنا عملت هنا كوباية قهوة باللبن. بصراحة وصفة سهلة جدا واقتصادية وبسيطة. بتمنى ان انتوا تجربوها، بجد هتعجبكم جدا. وما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل، وما تنسوش اللايك والشير عشان كل وصفاتي تظهر عندكم. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.